أي إنسان مبتلى في هذه الأيام، الابتلاء إما أنت خايف من شيء أو من حد، أو مغتم بسبب حدث معين، أو خايف من حد بيمكر بيك عشان عايز يؤذيك، أو نفسك في حاجة ولسه متحققتش. الإمام جعفر الصادق له كلمة جميلة بيتكلم لو أي حد خايف أو مغموم أو قلقان من إنسان بيمكر بيه أو نفسه في حاجة ما تحققتش، بيقول لك 4 آيات قرآنية دايما باستمرار تقولها كل يوم، ربنا يحقق لك اللي نفسك فيه ويأمنك مما تخاف. يقول جعفر الصادق: عجبت لمن خاف شيئا أو أحدا ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله بعدها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. كأن جعفر الصادق بيقول اللي خايف من أي سوء يمسه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هيحصل له اللي حصل للمؤمنين زمان: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فاللي خايف يكثر من قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله بعدها يقول: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي حد عنده غم يكثر من قول الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا هينجيك زي ما نجى سيدنا يونس، لأنه بعد ما نجى سيدنا يونس قال: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال: وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله بعدها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. أي حد بيمكر بيه في الشغل، حد من جيرانه، حد من قرايبه عايز يؤذيه، يقول: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هيحصل لك زي اللي حصل لمؤمن آل فرعون، ربنا نجاه من مكر فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا. ثم قال في الأخيرة: وعجبت لمن طلب شيئا من الدنيا ولم يفزع إلى قول الله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله بعدها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. اللي عايز رزق في الدنيا يقول كتير: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 4 أذكار هم 4 آيات للي خايف أو عنده غم أو خايف من مكر إنسان أو نفسه في حاجة في الدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل لكل خايف، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لكل إنسان حاسس بغم أو هم، وأفوض أمري إلى الله لكل إنسان خايف من مكر إنسان، وبعدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكل إنسان نفسه في حاجة في الدنيا ولسه ما تحققتش. الجأ إلى الله بالأخذ بالأسباب واعمل اللي عليك، ثم الجأ إلى الله بالأذكار والآيات، وربنا ينجينا من كل غم أو هم أو خوف، وينول كل إنسان اللي في باله. وربنا معاكم، والحمد لله رب العالمين.